نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ في الطريقة بتاعتنا. طبعا هيكون معانا انا هعمل كمية حوالي نص كيلو من الكبد والقوانص. بسلق القوانص كويس جدا جدا يا جماعة. في ناس بتحمرها وبعد كده بتسويها مع الكبدة، لا انا بسلقها، ببقى عاوزاها مستوية خالص، ودي حاجة ترجع لكم. وبقطعها قطع متوسطة بالشكل ده. انا ما اقدرش اقول لكم ما تغسلوش الكبدة، لان احنا عندنا الجو كله تلوث وفيه كذا ايد بتمسك الحاجة، فلازم نغسلها على الاقل حتى بشوية مية وخل، ونصفيها كويس جدا، ونبدأ برضو نقطعها متوسطة، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، بالشكل ده. زي ما قلت لكم اهم حاجة انها تكون مغسولة ومتصفية كويس جدا من المية عشان اقطعها ما يبقاش فيها اي مية. هقطع كل الكمية اللي معايا، ولو عايزين تضاعفوا الكميات دي حاجة ترجع لكم، زي ما كل أسرة الكمية اللي بتكفيها. هجهز بقى البهارات بتاعتي. معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الكزبرة، هاخد نص معلقة صغيرة من البهارات السبعة، وهاخد نص معلقة صغيرة من البابريكا، وربع معلقة من القرفة. والقرفة بتضيع اي ريحة زفارة بتبقى في الكبد والقوانص، وبتخلي طعمها حلو قوي، بس مش كتير، يا دوبك بس ربع معلقة. هاخد هنا بقى دقة التوم اللي معايا، 4 فصوص توم، وقرنين فلفل، طبعا حامي او بارد زي ما انتوا عايزين. بقى في الهون هنزل بالتوابل بتاعتي وبالثوم والفلفل، وهطحنهم او هفرمهم كويس مع بعض. انا عن نفسي بحب اعمل الدقه دي سواء للسمك او للمحشي. جربوها وهتلاقوها بتديكوا طعم مختلف خالص وطعم حلو جدا جدا جدا. هفرمهم كويس قوي مع بعض. طاسة سخنة على النار، هننزل عليهم بشوية زيت، وبعد كده هننزل بالكبد والقوانص بتاعتنا ونديهم تشويحة كويسة قوي في الزيت. كمان حتى القلوب الصغيرة دي نضفتها كويس قوي، فتحتها في النص وقطعتها، وهقلبهم كويس الاول في الزيت على النار قبل ما ننزل بالدقة اللي عملناها بتاعة التوم. هنزل هنا بقى بالدقة بتاعة التوم اللي احنا عملناها، وهنقلبهم برضو كويس جدا مع بعض بالشكل ده. الطريقة دي حلوة جدا يا جماعة، جربوها، هتفرق معاكم قوي في طعم الكبدة، وهتلاقوها طعمها حاجة كده في منتهى الجمال. هنزل هنا بقى بطماطمايه متقطعة لقطع صغيرة، طماطمايه واحدة بس مش اكتر. الكبدة القوانص طبعا كانت مستوية، والكبدة ما بتاخدش وقت طويل على النار. مجرد ان يبقى ليها صوص كده وهتبقى حلوة قوي معاها، فهي هنطفي عليها بقى على طول هتكون استوت. هنا بقى عشان نعمل رز اصفر، ممكن تقدموها مع مكرونة او مع رز اصفر او في سندوتشات زي ما تحبوا. هنا بقى هناخد 3 معالق من الزيت، وبصلاية صغيرة متقطعة لقطع صغيرة، وهاخد كوباية واحدة بس من الرز العادي بتاعنا، الرز المصري. هقلب البصلة معايا لحد لما لونها يصفر، مش تحمر ولا تتحرق زي رز الصيادية، لا بس مجرد ما ان لونها يصفر معانا. اول ما الرز بتاعنا يصفر بالناحية بالشكل ده، اهم حاجة الرز بيبقى مغسول كويس قوي كذا مرة يا جماعة لحد لما نلاقي المية بتاعت الرز شفافة. وبعد كده بنصفيه كويس جدا وننزل بيه على البصل والزيت ونقلبه لحد لما الرز بتاعنا يتشرب او يتغلف بالزيت ويسخن معايا عشان يطلع معايا رز مفلفل. الزيت مهم جدا جدا، حتى الناس اللي بتحط زبدة او سمنة لازم تحطوا زيت عشان الرز لما يبرد ما يكتلش معاكم. الزيت هو اللي بيخلي الرز مفلفل وطعمه حلو. ممكن تضيفوا فص حبهان واحنا بنقلب كده في الرز، بيدي نكهة حلوة جدا جدا للرز. وهضيف نص معلقة من الكركم عشان تديني اللون الاصفر. في الغالب ان كوباية من الرز المصري بتاخد كوباية من المية، لكن انا عندي نوعية رز بتاخد كوبايتين من المية. عشان كده الرز بيختلف من مكان للتاني ومن وقت كمان للتاني، فخدوا بالكم من موضوع المية دي. حطوا الاول كوباية مية، وبعد كده شوفوا الرز هياخد مية اكتر ولا لا، عشان الرز ما يطلعش معجن معانا. ميه مغليه، او لو عندك شوربه كمان تبقى افضل، بتدي الرز طعم حلو قوي قوي. او لو حابه تضيفي مكعب ماجي. وبعد كده هنضيف الملح، وهنسيب النار عالية على الرز لحد لما الرز يبدأ يتشرب معانا او المية بتاعته تقل. هنهدي عليه النار خالص ونسيبه يستوي على نار هادية. ده كده الرز المصري هيطلع معاكي مظبوط في منتهى الجمال. هنا بقى بعد ما الرز بتاعي استوى خالص، وحطيناه بقى في بولة وقلبناه بالشكل ده، دي شوية خضرة. وبعد كده هنحط عليه بقى الكبد والقوانص بتاعتنا من فوق بالصوص بتاعها. أكلة حلوة قوي قوي، جربوها هتلاقوا طعمها كده في منتهى الجمال. وجبة اقتصادية ممكن تكفي كذا فرد. هتلاقوها حلوة قوي وموفرة، وكمان أكلة حلوة يعني. دي اول حاجه. زي ما قلت لكم ممكن تعملوا مكرونه عاديه وتحطوه برضو عليها بالصوص وتاكلوها، هتلاقوا طعمها حلو جدا. او هنعملها بقى في السندوتشات
وانا بقى هنحطها في السندوتشات في عيش بلدي او عيش فينو وشوية خضرة وطحينة. وسندوتشات احلى كمان من اللي انتوا بتجيبوها من الشارع. يا رب الفيديو يعجبكم النهاردة. اكرمكم